اين الشوكولاته؟ شايفين عينيا يا جماعه؟ بدايه غير مبشره اطلاقا. مساء الخير اصدقائي المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات الاولاد منكم والبنات في فيديو جديد من منتجات وريفيوهات في السوبر ماركت. شكرا جدا لكم يا جماعه على التفاعل على الفيديوهين اللي فاتوا، اتمنى يا رب ان الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. والنهارده في فيديو جديد مقسوم على حلقتين، وطبعا في اول الفيديو اوعى تنسى تعمل اشتراك على قناتي على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، كل دول هتلاقيهم في اول كومنت او في البايو. وفي اول الفيديو عايزك تاخد نفس عميق وتشد الاجزاء. النهارده هنتكلم على كيكه كامارا تورنيدو والنسخه اللي شبهها بالظبط هوز شوكولاته. الحاجه الغريبه يا جماعه في الموضوع ده ان الكامارا ب6.5، يعني اغلى من الهوز بجنيه ونص. نبدا بالكامارا علشان خاطر هي الجديده. بصوا يا جماعه مبدئيا كده ان كامارا محطوطه في ورقه، حاجه حلوه جدا، وقطعتين يا جماعه مش قطعه واحده. يعني فلنفترض مثلا ان دي ب 3 جنيه ودي ب 3 جنيه مثلا، يعني رفيعه جدا. احيدي مش محشيه حاجه. ايه ده مفتوحه يا جماعه، دي مفتوحه. احيدي فين الشوكولاته؟ اين الشوكولاته؟ شايفين عينيا يا جماعه؟ بدايه غير مبشره اطلاقا. نفتح بقى الهوز دي يا جماعه. زمان بامانه كانت بنص جنيه، دي هي بنفس الحجم ده كانت بنص جنيه، وكانت اتخن شويه كمان. يعني مثلا كده برضو كامارا اكبر، بس الهوز اتخن والهوز محشيه اكتر بكتير. يعني ادي يا جماعه الحشو باين هي مقفله. هنبدا بقى دلوقتي اول حاجه مع كامارا المخرومه دي ونشوف ايه الاخبار وهل فعلا فاضيه ولا لا. بص يا جماعه، هي عباره عن كيكه متغطيه شوكولاته، جودتها الى حد ما ضعيفه شويه، وملفوفه رول، لسه ما لحقتش تتحشي كويس. يعني زي ما انتم شفتوها في الاول طعمها الى حد ما كويس، بس مش هي الافضل حاجه بالنسبه لي. لا يعني انا من الصعب ان انا افكر اشتريها. يا جماعه الهوز متقفله كلها شوكولاته، الشوكولاته بتاعتها اللي هي لونها اسود مش البني خالص زي اللي كانت في الكاميرا. بصوا يا جماعه برضو من جوه شوكولاته ومتقفله كلها بالشوكولاته. الكيكه بتاعتها بصراحه اطرى شويه من كامارا، طعمها احلى. طعم الشوكولاته بتاعت دي لا حلوه جدا يعني، ورايي الشخصي انا ان دي اروق. بس انا معايا مشكله مع جميع منتجات الهوز، ان انا لما باكل منها قطمه احس ان في حاجه بتجرش كده معايا، اللي هو زي سكر او زي مثلا حاجه بتتجرش كده معايا يعني. وده سواء اللي بالشوكولاته او اللي هي محشيه فانيليا او كل انواع الهوز يا جماعه، فعلا بحس ان في حاجه بتجرش وبرده بتبقى مسكره بزياده. فريت يا جماعه تعالجوا الموضوع ده، قللوا شويه السكر، والحاجه اللي بتجرش دي ما تخليهاش تجرش. في النهايه اللي هيكسب معانا الفيديو ده هو الهوز. سمعونا سقفه وزغروطه وكفايه كده خلاص. وفي اخر الفيديو بشكرك جدا على المشاهده، واتمنى انك ما تنساش تشترك في قناتي على اليوتيوب وتعمل لي فولو على الفيسبوك والتيك توك وكمان الانستجرام. وطبعا لو عايز نجرب منتجات جديده او غريبه من السوبر ماركت اكتبها لي في الكومنتات وهجربها على طول. كان معاك فلوس نمرو، احلى مسا عليك، صباح الفل.